هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 20 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصصها لتناول تطورات العلاقات بين إريتريا والمملكة العربية السعودية في ظل البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام الإريترية، والذي انتقدت فيه وبشدة تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. انفراج في وضع الإريتريين المحتجزين قيد الترحيل إلى أسمرة في الخرطوم. مظاهرات في سلوفينيا لمنح الإريتريين حق اللجوء. تزويد خليفة حفتر بالأسلحة يتم عبر ميناء عصب الإريتري. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر موثوقة لإذاعة أرينا بأن مجموعة الإريتريين المحتجزة في الخرطوم قيد الترحيل بسبب مخالفة قانون الإقامة السوداني سوف ترحل في غضون ساعات إلى معسكر شقراب بولاية كسلا. وجاء هذا التطور بعد أن تقدم أفراد المجموعة بطلب اللجوء في السودان، مطالبين بعدم ترحيلهم إلى إريتريا بسبب ما قد يتعرضوا له هناك. وتدخلت النيابة العامة والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين، وتم الموافقة على إتاحة الفرصة لأفراد المجموعة بتقديم طلبات اللجوء الرسمية في السودان، على أن يتم ذلك في معسكر الشقراب. وبهذا الإجراء القانوني سوف يتم إلقاء قرار ترحيل المجموعة إلى إريتريا وفقا لقرار المحكمة الصادر من قبل. وتتقدم إذاعة أرينا لكل متابعها بخالص الشكر للتفاعل الإيجابي والبناء مع قضية هؤلاء الإريتريين في أزمتهم. تظاهر العشرات من الإريتريين والسلوفينيين أمام مبنى وزارة الداخلية في تلك الدولة للمطالبة بمنح الإريتريين حق اللجوء. ونظمت جمعيات حقوق إنسان محلية وإريتريين هذه المظاهرة احتجاجا على تأخير السلطات السلوفينية دراسة طلبات اللجوء للإريتريين وإعاقة إصدار قرارات بشأنها. ورفع المتظاهرون لافتات تشير إلى أن إريتريا ليست مكانا آمنا، ولافتات أخرى تطالب بمنح الإريتريين حق اللجوء وفقا للقانون. تفيد مصادر لإذاعة أرينا بأن الإمارات العربية المتحدة قامت في الأسابيع الماضية بتزويد الجنرال الليبي خليفة حفتر بأسلحة متنوعة، من ضمنها أسلحة ثقيلة. وقالت المصادر بأن 4 طائرات شحن تابعة لسلاح الجو الأماراتي انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية التي تبعد حوالي 35 كيلومترا جنوب العاصمة أبو ظبي، وحطت في مطار عصب، حيث تزودت بالوقود وواصلت طيرانها إلى القاهرة ثم إلى ليبيا. الجدير بالذكر بأن الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بقاعدة عسكرية متقدمة جنوب إريتريا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. انفراج في وضع الإريتريين المحتجزين قيد الترحيل إلى أسمرة. مظاهرات في سلوفينيا لمنح الإريتريين حق اللجوء. تزويد خليفة حفتر بالأسلحة يتم عبر ميناء عصب الإريتري. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونتناول في حلقة اليوم العلاقات الإريترية السعودية على ضوء البيان الصادر من وزارة الإعلام الإريترية في 13 من الشهر الجاري، وفيه انتقدت إريتريا تصريحات وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا السيد أحمد قطان،
ونورد لكم في حلقة اليوم المقابلة التي أجراها الوزير السعودي والتي انتقدتها إريتريا بلهجة شديدة، وقالت بأن تصريحات الوزير السعودي تضر بالسعودية أولا وعلاقاتها مع دول أفريقيا، علما بأن وزارة الإعلام الإريترية لم تترجم البيان إلى اللغة العربية. وفيما يلي نقدم لكم مقابلة الوزير السعودي. هذه إذاعة إرنا. أجرى الصحفي صالح الزيد في 9 من الشهر الجاري مقابلة مع وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وتحدث فيها حول علاقات السعودية مع دول أفريقيا، مركزا على مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في العاصمة السعودية الرياض في 6 من الشهر الجاري. وبعد هذه المقابلة أصدرت وزارة الإعلام الإريترية بيانا انتقدت فيه الوزير السعودي قائلة بأن تصريحاته تمس بالعلاقات السعودية الأفريقية وتضر بمصلحة السعودية أولا قبل الدول الأفريقية، وتصريحات الوزير أيضا حسب ما ذكر البيان تنظر إلى أفريقيا نظرة دونية. وفيما يلي ومن أجل متابعة أفضل نقدم لكم المقابلة التي أجراها صالح الزيد لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في 9 من الشهر الجاري، وتحدث فيها وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان. متابعة طيبة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وجاء في مقدمة المقابلة التي كتبها الصحفي صالح الزيد: شدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان على أهمية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي استضافته الرياض اجتماعه التأسيسي لمواجهة الأخطار التي تحدق بتلك الدول، مشيرا إلى أن السعودية تبذل حاليا جهودا لحل خلافات بين الأشقاء في أفريقيا. وقال قطان في حوار مع الشرق الأوسط أن السعودية كانت أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة الممر المائي. ورأى أنه أصبح من الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها في مصالحها الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد شراكات وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة تحفزها للتقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرصة لعقد اتفاقات لدول الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض المتوسط، إلى أهمية حماية الثروات الحية في البحر الأحمر من الكثير من الأخطار والتهديدات البيئية، وحاجة دول الكيان كذلك لمنع محاولات بعض الدول العبث بأمن المنطقة البيئي من خلال التخلص من النفايات الذرية والكيميائية في قاعه، إشارة إلى أن ميثاق تأسيس المجلس سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ تصديق 4 دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته في مدينة الرياض، وسيكون أول أمين عام للمجلس سعوديا. وفيما يلي نص الحوار. هذه إذاعة إرنا. سؤال: ماذا يمثل تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالنسبة للسعودية وتلك الدول؟ يقول الوزير أحمد قطان: الاتفاق على إنشاء هذا الكيان والتوقيع على ميثاقه في أرض سعودية يعتبر منعطفا مهما في تاريخ المنطقة ومستقبلها، ويمثل نجاحا كبيرا وإنجازا مهما لجميع دولها وشعوبها، ويعكس مدى إصرار قادتها وحرصهم وقناعتهم بأهمية إنشائه، خصوصا في هذا التوقيت والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والتي نحن أحوج ما نكون فيها مع الأشقاء لتعزيز التعاون من خلال هذا التجمع الإقليمي.
الذي سيتيح لدوله التنسيق بما يحقق أمنها واستقرارها وتنميتها في المجالات كافة، وفي الوقت ذاته يمكنها من مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، وهو نتيجة طبيعية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط هذه الدول لتجني ثمار تعاونها وجهودها التي بذلتها في الفترة الماضية، ومن ضمنها السعودية التي تعتبر أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر، وأول من بادر بالدعوة إلى إطلاق جهود دولية جماعية تهدف إلى التنسيق لحماية وتأمين سلامة هذا الممر المائي الأهم في العالم، والذي يعبر من طرفيه ما يزيد على 13% من التجارة العالمية، وتمر فيه عشرات الآلاف من السفن سنويا، إلى جانب 40% من إجمالي حركة النفط العالمية، ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسب عاما بعد عام. ويأتي مولد هذا الكيان إثر الجهود المتواصلة التي بذلتها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، ومن بعد أبنائه الملوك حتى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ملتزمة في ذلك بثوابت سياساتها الخارجية التي ترتكز على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودورها الفاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز علاقاتها بما يخدم المصالح المشتركة، ومن ضمنها جيرانها في تلك الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مستثمرة في ذلك مكانتها وإمكانياتها وعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة التي تربطها بها سعيا منها إلى تحقيق التكامل معها ورفع مستوى العلاقات معها لأعلى المستويات، كما أن اتفاق تلك الدول سيمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرحلية والمستقبلية وتعزيز تعاونها في مجالات كافة وفق أولوية المصالح العليا لها، إلى جانب تحقيق تنميتها وتكاملها الاقتصادي وتسهيل عمليات التجارة البينية. وساعد على نجاح هذا التوجه القرب الجغرافي بين هذه الدول والتشابه اللغوي والثقافي والتوافق والتلاقي الحضاري وتماثل الحياة الاقتصادية وشعور الجميع بأهمية العمل الإقليمي. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تستمعون إلى مقتطفات من المقابلة التي أجرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية مع وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية السيد أحمد قطان حول مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن. سؤال: هل تطلعنا أكثر على جهود السعودية ودورها في ذلك؟ ويقول الوزير: يعود اهتمام السعودية بالبحر الأحمر وحرصها على أهمية تعاون دول الكيان بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها إلى عقود طويلة، وذلك انطلاقا من أنها أكبر الدول التي تمتلك سواحل عليه بطول يمتد لنحو 2400 كيلومتر تقريبا، تمثل ما يزيد على 40% من الطول الكلي لسواحله. كما تمثل سلامة أمن البحر الأحمر الذي يغطي مساحة تبلغ 178 ألف ميل مربع أهمية استراتيجية وجيوسياسية عالية بالنسبة إلى السعودية، بحكم موقعها الجغرافي رابطا بين القارات الثلاث الكبرى، وبذلت جهودا كبيرة في التعاون مع دول البحر الأحمر، ونظمت العديد من الندوات ودعمت وشجعت على إجراء الكثير من الدراسات والبحوث العلمية المختلفة التي تعنى به لأهمية الاقتصادية والبيئية. وتعود فكرة تشكيل إطار تعاون إقليمي في هذه المنطقة إلى مبادرة سعودية قديمة انطلقت عام 1956، إذ دعت إلى مؤتمر قمة ثلاثية عقد في مدينة جدة عام 1956 شارك فيه الملك سعود بن عبد العزيز والرئيس جمال عبد الناصر والإمام أحمد بن يحيى حاكم اليمن حينها، وصدر عنها ميثاق جدة الذي اتفقت فيه السعودية ومصر واليمن على إقامة أمن مشترك حالت دون تفعيله الظروف السياسية التي عصفت بالمنطقة حينها. كما استضافت السعودية اجتماعا في مدينة جدة عام 1972 شاركت فيه مصر والسودان وإثيوبيا واليمن لتأكيد حقوق هذه الدول في موارد أعماق البحر الأحمر المعدنية وتنظيم استثمارها، وتضمن البيان المشترك أن تلك الموارد ملك للدول الساحلية وينبغي أن تبقى هكذا في المستقبل. وعام 1974 وقعت السعودية مع السودان اتفاقا بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في قاع البحر الأحمر،
وأسفر ذلك عن إنشاء الهيئة السعودية السودانية المشتركة عام 1975 والتي اتخذت مدينة جدة مقرا لأمانتها واستمرت حتى عام 1990. ثم تشكلت اللجنة الدائمة المشتركة لتطوير تلك الثروات عام 2017. كما عقدت في مدينة جدة عام 1976 قمة ثلاثية شارك فيها الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس أنور السادات والرئيس جعفر نميري، ونتج عنها اتفاقهم أهمية وجود تنسيق عسكري في البحر الأحمر أو تشكيل لجنة عسكرية موحدة، إلى جانب الإعلان عن اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والسودان. ويواصل الوزير القول: وفي سبتمبر من عام 2008 صدر إعلان الرياض المشترك لاجتماعات القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وتمت فيه مناقشة القرصنة قبالة سواحل الصومال وأبعادها السياسية. واستضافت السعودية في 21 من أبريل 2019 اجتماع كبار المسؤولين في الدول المشار إليها، إضافة إلى إريتريا التي انضمت إلى هذا الكيان. ولا شك أن تحقيق السعودية هذا الإنجاز بالتعاون مع شقيقاتها يضاف إلى رصيد دبلوماسيتها من الإنجاز والنجاحات في المحافل الدولية. لا زلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تستمعون إلى المقابلة التي أجراها وزير الدولة لشؤون أفريقيا السعودي السيد أحمد قطان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ما هي الأسباب التي دعت إلى إنشاء هذا الكيان وماذا ستجني دوله؟ وأجاب الوزير قطان: يتمتع البحر الأحمر الذي يبلغ طول سواحله نحو 5500 كيلومتر ومتوسط اتساعه نحو 300 كيلومتر وعمقه يصل إلى 2500 متر، وتوجد فيه 1150 جزيرة بأهمية استراتيجية وتجارية واقتصادية وأمنية فريدة منذ أقدم العصور لاتصاله بالمحيطات والبحار المهمة، وقرب المراكز الاقتصادية ومنابع النفط من سواحله، ويوفر للعديد من القوى الإقليمية والدولية إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيطين الأطلسي والهندي كمدخل من جنوبه لمياه بحر العرب الواقع بين أفريقيا وآسيا من خلال مضيق باب المندب وخليج عدن، وفي شماله جزيرة سيناء وخليج العقبة وقناة السويس، ما جعله ممرا رئيسيا لطرق التجارة الإقليمية والعالمية. كما يمتاز بطول شواطئه المرتبطة بالطرق البرية والحيوية وعمق مياه موانئه الصالحة لرسو السفن ونقل المعدات والإمدادات، إضافة إلى ما يملكه من ثروات مائية هائلة وجزر طبيعية استراتيجية كجزر فرسان ومدخل خليج السويس وجزيرة دميرة وغيرها. ولا شك أن هذه المزايا تدفع دول الكيان لمضاعفة جهودها للدفاع عنه، كما أن الدور الكبير الذي لعبه البحر الأحمر في حياة دول الكيان وتوجهاتها والروابط الدينية والتاريخية والعرقية إلى جانب ارتباط مصالحها ارتباطا وثيقا استدعى ضرورة السعي من أجل العمل ضمن استراتيجية واحدة لمواجهة الأخطار التي تحدق بها. ويأتي إنشاء هذا الكيان نتيجة طبيعية للمراحل التاريخية والظروف التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتأثيرات ذلك على دولها، كما أنه يأتي في توقيت مهم أدركت فيه هذه الدول أهمية تعزيز تعاونها في مختلف المجالات بما يحقق أمنها واستقرارها وتنميتها في ظل ما تملكه من ثقل تاريخي وسياسي. ففي الجانب السياسي يأتي التجمع لحاجة تلك الدول الماسة إلى مزيد من التعاون والتنسيق السياسي واستثمار الخبرات التي تتمتع بها في مجال العمل الثنائي والدولي متعدد الأطراف. ويواصل الوزير أحمد قطان القول: كما أن هناك حاجة لتعاون دول الكيان في تطهير منطقة البحر الأحمر من الألغام التي زرعتها بعض الدول والميليشيات الإرهابية، إلى جانب الحاجة إلى حماية التجارة العالمية والسفن وحركة الملاحة البحرية والدولية وتوفير استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب البحري في المنطقة، والمتمثل في عمليات القرصنة التي زادت أخيرا واستراتيجيات أخرى لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والسلاح والاصطياد الجائر وغيرها من المخاطر التي تهدد دول المنطقة. هذا إلى جانب الحاجة لتحقيق السلام البحري وتبني استراتيجيات متكاملة بما يضمن حماية سيادة دول الكيان من أي اعتداء وحماية الموارد والحياة الفطرية والطبيعية والثروات الطبيعية الهائلة.
في الجانب الاقتصادي، وللأهمية الاقتصادية التي نشأت منذ وجود شعوب دول الكيان، كونه ممرا للمنتجات الصناعية الغربية والشرقية المتبادلة من مواد أولية ومعادن تزخر بها هذه الدول، تبرز أهمية الاستفادة مما تملكه من قدرات ومقومات اقتصادية متنوعة، بما يحقق تكاملها ورخائها وتنميتها، ويحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس هذا الكيان وأين سيكون مقره، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان: بعد التوقيع على هذه الصيغة النهائية لميثاق تأسيس مجلس الكيان، سيعقد اجتماع على مستوى قادة الدول لمباركة إنشائه والانطلاق به لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وسيدخل الميثاق حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ تصديق 4 دول على الأقل عليه، كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض، وسيكون أول أمين عام للمجلس سعوديا. هذه إذاعة إرنا. ونأتي مستمعاتي ومستمعي الأعزاء إلى إجابة الوزير التي أثارت حفيظة دولة إريتريا ودفعتها إلى إصدار بيانها. والسؤال هو: ماذا حققتم في الشأن الأفريقي منذ توليكم منصب وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية؟ ويجيب الوزير السعودي أحمد قطان: توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد المستمرة لنا تؤكد دائما على الاهتمام بتعزيز علاقات المملكة الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وبذل كل ما من شأنه تعزيز تلك العلاقات وتنميتها في جميع المجالات، من ضمنها دول القارة الأفريقية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه سدة الحكم حرصا واهتماما خاصا، من خلال توجيهاته الدائمة لنا بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية معها بما يحقق تطلعات قياداتها وشعوبها، إلى جانب توجيهاته لنا بالعمل على تحقيق أمن واستقرار وتنمية هذه المنطقة. وترجم جانبا من اهتمامه وحرصه على ذلك تشرفي بصدور أمر ملكي بتعيين وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية، والذي حملت بموجبه مسؤوليات ملفات تعزيز علاقات المملكة الثنائية مع الدول الأفريقية بما فيها الدول العربية الواقعة في الغارة، وتنمية تلك العلاقات في المجالات كافة. على إثر ذلك، شهدت علاقات السعودية بالدول الأفريقية في الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا عكسته الزيارات الرسمية التي قام بها ولي العهد العام الماضي لعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الزيارات الرسمية التي قام بها كثير من قادة الدول الأفريقية للمملكة. وهنا نشير إلى كلمات الوزير التي انتقدتها إريتريا، وهي: كما بذلت القيادة السعودية جهودا جبارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين دول القارة الأفريقية، وسخرت إمكانات المملكة ودورها الإسلامي الريادي في سبيل حل تلك الخلافات بين الأشقاء. وكان أول ثمار تلك الجهود تتويج اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا بالتوقيع عليها من رئيس دولة إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي في مدينة جدة بتاريخ 16 سبتمبر 2018، إلى جانب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الإريتري والرئيس الجيبوتي نتيجة للحراك الدبلوماسي السعودي في إطار جهود حل الخلافات بين البلدين. هذه إذاعة إرنا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل رد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي أحمد قطان على سؤال حول علاقات السعودية بالدول الأفريقية، وهو الذي وجهت فيه إريتريا انتقاد للوزير قائلة بأن ما قاله الوزير يجافي الحقيقة، لا يتفق والحقيقة، ولا يتفق مع حيثيات اتفاق السلام الموقع بين إثيوبيا وإريتريا. ولكن الوزير أشار فقط إلى أن ثمار تلك الجهود السعودية كانت تتويج اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا بالتوقيع عليها من رئيس إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي في جدة بتاريخ 16 سبتمبر 2018، وهذه حقيقة تعلمها إريتريا وتعلمها إثيوبيا. كما يعلم الجميع بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان هو أول من توسط بناء على طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بين إريتريا وإثيوبيا، وتتالت الجهود والوساطات حتى توقيع الاتفاق في مدينة جدة في سبتمبر من عام 2018. وكان للسعودية دورا لا ينكر
في إعادة العلاقات وممارسة ضغوط على إريتريا بشكل خاص من أجل توقيع اتفاق السلام والتوصل إليه مع إثيوبيا. ونقول في ختام تعليقنا أن إريتريا هي الدولة الوحيدة غير العربية في هذا التجمع الجديد الذي يضم الأردن ومصر واليمن والسعودية والصومال وجيبوتي والسودان، وإريتريا التي هي الدولة الوحيدة التي ليست عضو في جامعة الدول العربية، وبذلك عضويتها في هذا المجلس تراها إريتريا كأنها ممثلة لكل الدول الأفريقية. ويظل على كل حال الباب مفتوحا، خاصة أن هناك قمة سوف تجمع زعماء هذه الدول في المملكة العربية السعودية للتوقيع على الاتفاق النهائي لتأسيس الكيان، وسنتابع معكم ونرصد بالمتابعة والتعليق تطورات الأحداث في العلاقات ما بين إريتريا والمملكة العربية السعودية ضمن مؤشرات تأسيس الكيان الجديد لدول البحر الأحمر وخليج عدن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أشكركم لحسن المتابعة، وأذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.